4 دعوات من السنة النبوية اللي طالع عمرة يواظب عليهم، ومش بس اللي طالع عمرة، لا يخلو اليوم من هذه الدعوات الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. دعاء الأولاني ستنا أم سلمة كانت تقول: كان جل دعاء النبي، يعني كان أكثر دعاء النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده الدعوة الأولانية. والدعوة الثانية، سيدنا النبي كان يواظب عليه الصلاة والسلام على دعوة: أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان صلى الله عليه وسلم يواظب على دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال هذا الدعاء فمات من يومه دخل الجنة. ثم الدعوة اللي في مطلع دعاء النبي في صلاة الوتر عليه الصلاة والسلام، لما كان بيقول: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. احفظ الدعوات دي، لأن هي بتجمع خير الدنيا من الأموال والزواج وراحة البال والصحة والعافية، وخير الآخرة من رضا ربنا والجنة سبحانه وتعالى. والله أعلم.